الآن سوف نبدأ الفيديو الوداعي لك من مصر. محمد بقاله 6 سنين في مصر. 6 سنين تقريبا 9 تقريبا 6 سنين ولا 9؟ 9 سنين بيسقط في الأزهر، تسقط تصير الرسوب. نعم. لن أخبر أحد في الفيديو ولن أخبر والدك. بقاله 9 سنين بيسقط في الأزهر. ولكن أجبني بصراحة. نعم. هل هم كانوا 9 سنين بسبب أنك كنت كثير الرسوب، أنك كنت لا تريد العودة إلى ماليزيا وتريد البقاء هنا في مصر؟ كثير الرسوب مواد. يعني لو ما كنتش كثير الرسوب ما كنتش هتحب تقعد في مصر؟ نعم. 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 قبل أن تأتي إلى مصر من 9 سنوات، نعم. ما كانت توقعاتك عن الشعب المصري وماذا وجدت؟ كنت تظن أن الناس هنا بقى إيه، غاضبة ولن يكون لك هنا أصدقاء وكده؟ نعم. كان أول مرة صديقي قديم قدما يحكي إلينا كان مصريون كان ليس طيبين. وبعد ذلك أيوه. أنا أمشي في الشوارع كله حكاية عكس، يعني عكس. يعني كل حاجة كنت عارفها طلعت العكس. نعم. وجدت المصريين طيبين نعم. أم لا؟ طيبين، وبعض طيبين وبعض سيئين. من أفضل شخص قابلته طيب في القاهرة؟ الناس الطيبين. أيوه. أنا أنت مصطفى كاميري. طيب أخبرني، إيه أول أكل مصري أكلته اللي هو إيه خبط في معدتك عجبك وقلت لا ده الأكل ده جامد؟ طيب أول طعم أكلته في مصر هي طعمية وبعد وكشري وبعد ذلك طواجن. والطواجن. وما أكثر أكل عجبك في مصر؟ سندويشة ديناميت. سندوتش الديناميت. أنا ما كنتش عارف سندوتش الديناميت. مرة بنفطر كان في العربية كان في هنا. قال الراجل أنا عايز سندوتش ديناميت، عامل له فيديو يوتيوب موجود والله. بقول له مصطفى ايه سندوتش الديناميت ده؟ قال لي ده عباره عن فول وطعميه وبتنجان ومش عارف ايه وبتاع. هو عارفه ولا مش عارف؟ حلوه الحلبه. طب اخبرني ايه واحدة. ايوه، ايه اكتر شتيمه مصريه تعرفها؟ شتيمة ماذا؟ شتيمه، كلمه سيئه بذيئه. كلمة سيئة؟ اه كان غبي. غبي دي اكتر حاجه سيئه انت تعرفها؟ غبي وخرطبيط. وايه؟ خرطبيط دي مش شتيمه مصريه، دي جبتها منين دي؟ خلبوس. ازيك؟ عامله ايه؟ بنعمل فيديو. اسمك ايه؟ ماشي يا مكة. يلا قول لي كم مره بقى اتضحك عليك في مصر؟ اتضحك عليك يعني حد ضحك عليك؟ يعني ماذا؟ يعني مثلا ركبت تاكسي وهو المشوار ب 10 جنيه وخد منك 100 جنيه. كان عند في امس. انت بقالك 9 سنين في مصر. المفروض انك لديك خبره. لا، كان اول مره ذهبت الى مستشفى الاطفال تقريبا 57 في اول مره، وانا اركب توك توك. هو يطلب مني 50. وبعد وصل انا سالت الى صديق اخر، لا ما ينفعش كده، ب 20 بس. يا سلام يا خرطبي. يا قومي وانا دفع 50. لا دفعت كام؟ دفعت ال 50. يلا معلش. يلا سلام. طيب انت دلوقتي راجع ماليزيا. نعم. ورجعت ماليزيا خلاص. خلصنا. ايه الاكله المصريه اللي هتشتاق لها وانت هناك؟ تبقى تتصل بيا كده، صديقي حبيبي مصطفى كاميري ارسل لي هذه الاكله، ما هي؟ كان نفسه اكل تحب مسؤول في كشري وسندويشات. لا يوجد ممبار ورق عنب؟ لا، كان ليس موجود في ماليزيا. ايوه انا اعلم انه ليس موجود، ولكن انا اكل مصري هو موجود هنا في مصر. نعم. وانت سوف تشتاق له وانت في ماليزيا. لا، كان في مصر انا لم اكل ورق عنب وممبار. لم تاكل هذا الاكل؟ فاتك نصف عمرك. تريد ان تعد 9 سنين اخرين. نعم.
كان مصريين قال لي أن مصر صعب برأينا واسمه ماذا؟ لا أعلم اسمه ماذا؟ ممبار، لا كان برأسي ملوخيه، لا اسمه اسمه ماذا مصطفى؟ عندما مشهور في رمضان مشوي في رمضان، مشويات لا. مشويات، كباب، كفته، زي مثل الرول لا أعلم والله أعلم ما اوصف لي اياه. الله كان وراء والرز وثم مطبخ في محشي، محشي لا محشي. سلام محشي محشي لم تاكل محشي؟ لا بس شوية ليس كثير. وعموما ما رايك في الاكل المصري؟ الاكل المصري ام الاكل الماليزي؟ أكل من مصري بعضه أحسن من ماليزيا وبعضه سيئات. وبعض ما هو السيء؟ طيب سيئات كانت اسمه ماذا؟ منبر لا منبر. منبر ماشي. انت جيت القاهره ولفيت فيها كثير جدا نعم. جدا، تمام. الان اذكر لي اكتر 5 اماكن انت احببتها في القاهره. في القاهرة اماكن اثريه او اماكن شوارع قديمه. أولا مسجد الأزهر، الازهر، والثاني نهر النيل، نهر النيل، والثالث مسجد جامع سلطان مؤيد المؤيد شيخ، والرابع سلطان حسن والرفاعي، سلطان حسن والرفاعي، وخامس أحمد بن طولون. احمد بن طولون. هل يوجد اي اماكن اخرى موجوده نعم في مصر عموما حتى لو خارج القاهره؟ نعم حتى لو في خارج من القاهرة في أهرامات الاهرامات، وبعد ذلك شاطئ اسكندرية، شاطئ الاسكندريه، وفي قصر إيه في المنسترلي، لا في اسكندرية قصر ايه؟ قصر عائشه ابراهيم؟ لا. في الزمالك. في عند شاطئ بحري القلعه، قلعة قلعه قايتباي. قايتباي. من هو قايتباي؟ هو كان سلطانة مملوكي. محمد قاري تاريخ. وبعده منتزه، يا سلام منتزه. المنتزه، ما رايك في المنتزه؟ كان رائع. امم وبعده مسجد جامع سيدي أحمد بدوي في طنطا. وبعد ذلك عند محافظة مرسى مطروح. هل ذهبت الى كل هذا؟ نعم. في ناس بتشوف الفيديو لم تذهب الى كل هذه الاماكن وهم في مصر. نعم. في شاطئ عجبية شاطئ عجيبة للأسف. وسيوة ملاحة. وسيوة. نعم. يا شباب. كيف تعلمت اللغة العربية؟ أنت تتحدث اللغة العربية بطلاقة. بل كنا محمد كان عندي مشكلة معاه في البداية إن هو لو بتتكلم معاه بلغة عامية زي ما أنا بتكلم دلوقتي كده هو مش هيفهم حاجة. هل أنت تفهم شيء من ما أقوله الآن؟ لا كان صعب عندي. ما يفهمش حاجة، لكن لو بيتكلموا لغة عربية فصحى ومية يفهم كل حاجة. اللغة العربية الفصحى. تمام. كيف تعلمت اللغة العربية؟ كان أدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية في ماليزيا. وبعد ذلك إذا أنت درست اللغة العربية في ماليزيا الآن. نعم. وبعد ذلك عند نجح في مرحلة ثانوي يالا كانت أدرس في جامعة تعالى الأزهر. كده استنى لما نخلص الفيديو. طب احنا عايزين نصور. طيب انت بوظت الفيديو اللي احنا بنصوره كده. تعالى الناحية دي. خلصنا. لا عيد مرة أخرى. طيب. أنا لم أسمع. يا الله. كان أدرس في ماليزيا في المرحلة الثانوية. وبعد ذلك عندما نجحت في الثانوية تعلم في الجامعة الأزهر في مصر. مشي الواد ده محمد. نعم. مشي الواد ده. لو في حد ماليزي جاي مصر طيب. هيجي يقعد في مصر طيب. أو هيدرس زيك. طيب. إيه النصائح اللي ممكن تقولها له؟ طيب ماشي. كانت نحن في ماليزيا موجود امتحانات معادلة بين وزارة التعليم والتربية ماليزيا والأزهر الشريف. كان عندما أنت ناجح امتحان معادلة على أقل تقدير جيد تأتي إلى هنا
بوزارة التعليم العالية في ماليزيا. هذا له علاقه بالتعليم، ولكن نعم. في الامور العاديه، ولكن انا اتكلم في العموم. عموما هناك شخص جاي لن يدرس، سوف ياتي هو ليعيش في نعم. مصر. ما النصائح التي من خلال تجربتك 9 سنين نعم. هنا ممكن تقول له ايه؟ طيب لو تيجي إلى مصر للسياحة، امم أنت أشتري تذكرة طائرة وجواز سفر بدون تأشيرة. عندما وصل إلى مطار القاهرة المصري يأتي إلينا بأسبوعين فقط. أهلا بك من مصر إلى من مصر المصر بنحييك. بحيي. الآن أخبرني، ما هي الأشياء التي أنت وضعتها في شنطة سفرك قبل أن تسافر وستأخذها معك من مصر إلى ماليزيا؟ طيب هل معك تمثال فرعوني؟ لا ليس. لسه ما جبتش تمثال نعم. فرعوني؟ ليس. جبت إيه طيب؟ مأكولات. مأكولات؟ ما هي نوع المأكولات؟ ديناميت؟ لا. كان شيء عروسة شاي العروسة وشيء ينسون. وينسون ينسون وإيه تاني؟ وتاني زي كده وملابس. ملابس من مصر؟ لا ملابسي. ملابسك؟ نعم. ولكن لم تأخذ أي تذكار من مصر؟ لا. ما خدتش تمثال نعم. فرعوني؟ لا ليس، كان حرام. حرام؟ الناس هتولع فيك. نعم. سوف اشتري لك تمثال فرعوني. نعم. ولكن تمثال فرعوني حرام واخد معاه ورحت زرت الاهرامات؟ نعم. لماذا؟ كان هو تمثال. طب انا هحذف الفقره دي من الفيديو. هو تمثال فقط. لا، التماثيل الفرعوني ليست حرام. لا كان حرام. لا ليست حرام، اسمع مني، ليست حرام. عندما جئت الى مصر اول مره نعم. وركبت ميكروباص، ميكروباص. هل فهمك السائق اين انت ذاهب؟ لا، كان أول مرة أنا مع أصدقائي ومشرف. لا، اول مره لوحدك. لوحدي. لا، اول مره مواصلات لوحدك تذهب نعم. الى مكان. نعم. هل تهت؟ أخاف. يعني أنا لا أعلم كيف أفضي أنت أين تسكن الآن هنا؟ في درب سعادة؟ نعم في درب سعادة. قبل أن تأتي إلى درب سعادة كنت فين؟ عند مدينة نصر. في مدينة نصر. نعم. وأنت في الأزهر وذاهب إلى مدينة نصر لأول نعم. مرة لوحدك بدون أي حد. نعم. كيف ذهبت؟ أنا أركب الأوتوبيس. أيوة، هل الأتوبيس فهم أين أنت ذاهب؟ هل استطعت أن تصف له أين أنت ذاهب؟ لا، كان أول مرة موظف تسأل لي أروح فين؟ لا، أنا رايح إلى جامعة. هو يفهم بس. ذهبت إلى جامعة فقط. عندك أي جامعة ولكن لم تتوه. الحمد لله. نعم. آخر شيء تحب أن تقوله لمصر قبل أن تسافر؟ طيب. وهل تتمنى أن تعود مرة أخرى أم لا؟ وهل تتمنى أن تتزوج مصرية أم لا؟ يلا قوله بسرعة كده في كانت الحمد لله، الشكر جدا على الشعب المصري الذي يساعدني ويعلمني كل أشياء، خصوصا الجامعة الأزهر ومشايخنا وأصدقاؤنا من مصر وأجانب آخر. وأتمنى لكم بلادكم سلامة وعافية وكل أشياء. وأتمنى لكم تأتي إلى ماليزيا، كانت بلادي رائعة وجميلة كل أشياء وشعب طيبين. أهلا بكم إلى ماليزيا. والله العظيم هعيط. لا، قول أهلا بيك من ماليزيا بقى، بحييك. أهلا بك من ماليزيا، بحييك. حبيبي يا حبيبي. بحييك.